بيبدأ فيلمنا بمحامية مشهورة اللي بيكون اسمها لورين مونرو، واللي بنشوفها بيتعرض عليها دلوقتي صفقة ب1,000,000 دولار، وده بيكون قصاد ان هي تدافع عن مجرم كان مسؤول عن جرايم كتير. بس بخلاف كل ده لورين بترفض بلطف، لان بنعرف ان المجرم ده متورط في جرايم قتل، وده بيعرفنا ان لورين بتدافع عن المظلوم بس مش عشان تحقق اي مكاسب ماديه. وبعد كده بنروح لاخوها الصغير اللي بنعرف ان اسمه ويليام مونرو، اللي كان سياسي وبيتمنى يمسك منصب العمده في مدينه نيويورك، عشان بعدها نتعرف على والد لورين اللي بيكون اسمه ارثر مونرو، اللي بنعرف انه رجل اعمال ثري وكان شخص اخلاقي جدا. بس في يوم كان بيمشي في غابه، بس فجاه بيجيله ضيق في التنفس، بس بشكل ما قدر ارثر يوصل لعربيته، بس ما عداش وقت كتير وتوفى جوه العربيه وهو سايق. بعد كده بنشوف لورين اللي كانت بتحضر مؤتمر كبير، بس اللحظه اللي عرفت فيها ايه اللي حصل اتصدمت، عشان بعد كده نروح نشوف جنازه ارثر اللي اتجمع فيها كل افراد العيله. وبعد الجنازه بنشوف لورين وويليام اللي قال لها ان باباها كان فخور جدا بيها، وكمان كانوا بيتناقشوا في ان هم ينقلوا بيت والدتهم لمكان قريب منهم، وده بسبب ان هم ما كانوش عايزينها تعيش لوحدها. بس بعدها بتروح لورين لمكتب والدها عشان تفتكر ذكريات طفولتها في الوقت اللي كان بيعلمها فيه تلعب شطرنج. بس بعدها بكام يوم بيجي المحامي بتاع الاسره عشان يعرفهم الوصيه بتاعت ارثر، اللي بتكون ان والده لورين كاثرين هتكون الرئيس التنفيذي الجديد للشركه، وان في مبلغ 26 مليون اتخصصوا لويليام. بس لورين لسبب مش مفهوم كانت حصتها $1,000,000 بس، وكمان باقي التركه هيتخصص للتبرعات اللي هتروح للشرطه وكليات الطب اللي بيكون مبلغ 63 مليون دولار. عشان بعدها يروح المحامي عشان يتكلم مع لورين لوحدهم، اللي سلمها ظرف باباها كان سايبه ليها اللي بيكون جواه فلاشه ومفتاحين، اللي ما كانتش عارفه المفتاحين دول بتوع ايه. بس لما وصلت الفلاشه على اللابتوب بتاعها بتكتشف ان في فيديو من باباها المتوفي اللي قال لها على مكان تروح وتحرق المكان ده كله من غير ما تدخله، واللي كان سايب لها احداثيات المكان. ولورين من غير ما تضيع وقت قررت تروح فورا وتنفذ وصيه باباها، بس قبل ما تروح بيوقفها جوزها اللي كان عايز يطمن عليها. بس مع كل ده لورين قالت له ان هي كويسه ومحتاجه بس شويه وقت لوحدها عشان تتجاوز الموضوع، عشان لورين تروح بعدها وتدخل الغابه عشان تروح المكان اللي باباها قال لها عليه، وبتستعمل المفاتيح اللي باباها سابها لها عشان تفتح الباب بتاع القبو. وبخلاف تحذيرات والدها بانها ما تدخلش المكان مهما حصل، لورين بتخاطر بكل حاجه وبتنزل لتحت عشان تلاقي الراجل اللي كان مربوط تحت اللي قربت له عشان تطمن عليه، بس حركته مفاجأة خلتها تخاف وتجري على فوق. ولما رجعت البيت كانت عايزة تبلغ الشرطة، بخلاف ان هي كانت مترددة، بس اخوها جه وقاطعها عشان يعرفها انه متعاطف معاها بخصوص توزيع التركة بتاعت باباها اللي عرض عليها يديها نص نصيبه. بس بخلاف كل ده لورين بترفض وبتقول ان الفلوس مش حاجة مهمة بالنسبة لها، عشان بعدها في نفس اليوم بالليل بتشوف لورين صور طفولتها مع والدها اللي كانت بتتأمل فيها، وبتفتكر مشكلة حصلت ما بينهم، اللي بنعرف ان والدها طلب منها ان هي تدافع عن صاحبه في المحكمة، ولورين رفضت الطلب ده كمان لان هي ما كانتش عايزة تدافع عن مجرم، لان بنعرف ان هو خبط واحد وهو سكران. وبنروح لتاني يوم عشان نشوف لورين اللي قررت تروح المخبأ تاني، بس المرة دي كان معاها مسدس، ولما دخلت لقت الراجل نايم اللي خدت بصمات صباعه من غير ما يحس عشان تعرف هو مين. بس الراجل فتح عينه وبص لها وده خلاها تهرب عشان ترجع بعدين بماسك على وشها، وبنعرف ان هي رجعت عشان تسأله هو يبقى مين، بس اتفاجئت لما لقيته عارف كل تفاصيل عيلتها واسمها، ومن ضمن التفاصيل اسم اخوها وتاريخ ميلادها واسم جوزها واسم مامتها، عشان بعدها تقلع ماسك من على وشها وترجع تسأله تاني عن هويته. بس بدل ما يجاوب بيسألها لو هي كانت شخص كويس وما بترضاش تظلم حد، ولورين طبعا جاوبته وقالت له عشان يرد عليها ويقول لها طب انت حبساني هنا ليه، وطلب منها ان هي تسيبه يخرج من المكان اللي كان بيقول عليه انه سجن وعانى فيه كتير. بس بخلاف كل ده لورين ما كانتش مرتاحه وشاكه في انه اكيد عمل حاجه، وده اللي خلاه يتحبس هنا، عشان ترجع تساله تاني وقال لها قبل ما اجاوبك، قال لها انا عايز ستيك وماتسوتاكي وسجاير وبراندي وشوكولاته، واكد عليها انه عايز فرايز مع الاكل، واكيد طلب منها سينا كولا، وبخلاف انه طلب منها مكنه حلاقه، عشان لورين بتهدده وبتقوله ان هي هتسيبه هنا يعفن لبقيه عمره. بس هو كان عارف ان ضميرها مش هيخليها تعمل كده، بخلاف ان هي عايز تعرف حاجات كتير منه، وكان عنده حق، وفعلا لورين قررت تنفذ طلباته كلها. بس لما رجعت البيت بتسحب لورين بصمته عشان تبعتها لواحد يكشف عنه وتعرف كل تفاصيل حياته، والشخص اللي بعتتها ليه بنعرف انه محقق اللي بيكون اسمه ديتريخ، واكدت عليه انه يكون في اسرع وقت ممكن. وبالفعل اشترت كل حاجه اللي الراجل طلبها منها ورجعت تاني للمخبأ، وشكرها على الاكل عشان يبدا ياكل واستمتع بكل لحظه وهو بياكل، عشان لورين بعدها تديله الشوكولاته اللي خلاه كان هيعيط وقتها، عشان يحكي لها ان باباها كان بيقدم له مكعب واحد من الشوكولاته مره واحده في السنه، اللي بنعرف ان هو يوم الكريسماس.
عشان يسيب بعدها الباقي على الرف وما بيخليش حد يقرب منه. وبعد ما خلص الاكل بيبدا يجاوبها وقال لها اخيرا عن اسمه اللي بيكون مورجان وارنر عشان يمسك ايديها بعدين، وبيعتذر ليها لانه عدى وقت طويل على اخر مره لمس فيها حد، وقال لها انه قد ايه مفتقد الاحساس ده. وبيبدا مورجان يحكي لها عن قصصه وحياته عشان يقول لها بعدين انه قابل ارثر من 40 سنه واتصاحبوا على بعض في وقت قليل عشان كان ذوقهم في الخمره والنسوان والقمار متشابه ونعم الصحاب. وفي وقت قليل اتحولت صحوبيتهم لبزنس، وحتى الشركه اللي لورين ورثتها بداوها هما الاتنين مع بعض. وقال لها كمان ان في يوم كانوا مع بعض وارثر كان سايق عربيته وهو سكران عشان يخبط واحد على الطريق السريع وده خلاه يتوفى فورا. ومورجان كان عايز يتصل بالشرطه بس ارثر كان مصمم على ان هم يخلصوا من الجثه، وان هو برر ده ان دي مجرد حادثه. ولما جادلوا الاتنين بخصوص موضوع الجثه حبسوا ارثر في المخبأ عشان محدش يعرف اي حاجه عن الموضوع، ونسب الشركه كلها ليه لوحده. وبخلاف كل ده مورجان كمان كان بيقول عن واحده ست اسمها كامي، واللي ارثر كان بيقول ان هي بتمتلك كل حاجه مش عند مراته كاثرين، وانه كان بيحبها اكتر من كاثرين بكتير. بس لورين ما صدقتش كلامه كله، وعشان يقنعها اداها مورجان عنوان كامي وقال لها تروح تشوف بنفسها، وبيطلب منها برضه ان هي تحقق بخصوص ديتريخ اللي بنعرف انه كان مع ارثر لسنين طويله. وبتمشي لورين وهي متضايقه عشان ما كانتش قادره تستوعب كل المعلومات دي مره واحده، بس بشكل ما قدرت تهدي اعصابها عشان بعدها تتواصل مع حد عشان تتاكد من بيانات مورجان. ومن غير ما تضيع وقت راحت على العنوان اللي مورجان اداهولها وقابلت كامي. ولما سالتها عن علاقتها بباباها قالت لها ان هي قابلته في مكان اللي كانوا سهرانين فيه هما الاتنين، بس وهما بيتكلموا بتلاحظ لورين صورة طفل وده خلاها تسأل عنه. ردت عليها رد غريب ان ده يبقى ابنها أليكس اللي بيكون اخ لورين بس من كامي. بعدها بتمشي لورين وهي مصدومه من كل المعلومات اللي عرفتها، عشان بعدها تروح للمكتب بتاع المحامي اللي اتعصبت عليه عشان كان مخبي كل الاسرار دي عن افراد الاسره، عشان يرد عليها ويقول لها انه ما ينفعش يطلع الاسرار بتاعه الموكل بتاعه بره. عشان تتعصب اكتر لورين وتساله لو في حاجه تانية مخبيها، ورد عليها وقال لها مفيش اي حاجه تانية مستخبيه ممكن تضرك، عشان يقول لها بعدين انه هيفضل محافظ على سريه باقي المعلومات. وبعد جدال طويل بيطلب منها ان هي تمشي، عشان بعدها تروح لورين لمامتها عشان تسالها لو هي تعرف شخص اسمه مورجان وارنر. ومع كل ده الاسم كان مجهول بالنسبه لمامتها اللي كانت اول مره تسمعه في حياتها. عشان بعدها بحبه يدخل ويليام واللي كان باين عليه انه متوتر، عشان لما تساله يقول لهم انه بيخسر الانتخابات بخلاف انه عامل كل حاجه المفروض يعملها. وكمان قال انه صرف على الحمله الانتخابيه بتاعته كتير، عشان يطلب ويليام من لورين ان هي تبقى معاه في الحمله بتاعته عشان هي كانت سمعتها كمحاميه كويسه. ولورين وافقت على الموضوع دوت بتردد. وفي نفس اليوم بتروح لورين مره تانية للمخبأ بتاع مورجان عشان كانت عايزه تعرف باقي الاسرار اللي المحامي مرضيش يقول لها عليها، عشان تساله عن مكان الجثه اللي دفنها ارثر، عشان يرد عليها وقال لها انه اكيد هيحب انه يقول لها بس مفيش اي حاجه من غير مقابل، عشان يطلب منها ان هو ياخد حريته في المقابل. ولورين وافقت بخلاف ان كان في صوت جواها بيقول لها ان هي ما تعملش كده، بس اخدت الريسك وخرجته من المخبأ بعد 35 سنه. ومورجان كان مستغرب من احساس الهواء واحساس الشجر واحساس كل حاجه حواليه. عشان بعدها مورجان يبدا يقول للورين عن المكان، وبيروحوا على غابه وبعد حبه بيلاقوا الموقع اللي اتدفن فيه الجثه. ومن غير ما تضيع وقت بدات تحفر عشان تطلع الجثه، بس ما عداش وقت كتير عشان تلاقي جمجمه بشريه مدفونه. وده طبعا بياكد كل كلمه قالها مورجان بخصوص ارثر. وهي مصدومه بتغطي على الجثه بالتراب عشان تاخد مورجان وترجع بيه للمخبأ تاني، اللي امرته انه يلبس الطوق اللي كان على رقبته عشان مورجان يقعد يتحايل عليها ان هي ما تخونهوش. ورجع قال لها ان هي كمحاميه دورها تجيب حق المظلومين، واكد لها انه مظلوم عشان يطلب منها ان هي ما تبقاش نسخه من ابوها اللي قال لها انه ما قدرش يحضر جنازه مامته بسبب انه كان محبوس من باباها. وتحايل عليها تاني ان هي تسيبه يقضي الكام سنه اللي المفروض هيعيشهم في سلام، مع وعد انه هيختفي خالص من حياتهم ومش هتشوفه تاني ابدا او هتسمع عنه. بس بخلاف كل كلامه بتعتذر له لورين ان هي مش هتقدر تاخد قرار زي ده وهي في حاله مش مستقره، عشان بعدها تمشي. بعد كده اتصل بالمحقق عشان تساله لو وصل لاي معلومه بخصوص مورجان، بس المحقق قال لها ان الموضوع ممكن ياخد كام يوم عقبال ما يكتشف اي حاجه عنه. عشان بعدها تروح لورين مكتب اخوها عشان تطلب منه انه يساعدها في قضيه، واللي بنعرف ان ده ما كانش حقيقي وكان عذر لحاجه تانية، عشان ترجع تساله لو في واحد يعرف اسرار كتير عنك انت نفسك ما تعرفهاش ومش عايز يقولها لك بخلاف ان الاسرار دي ممكن تضرك، هتعمل ايه؟ عشان ويليام يقول لها ان في حلين هنا بس، يا هرمي جثته في النهر يا هدفنه واخلص منه. وبعد ما فكرت شويه ترجع لورين للمخبأ تاني وهي معاها شنطه
وقالت لمورجان لو اديتك حريتك بعد 35 سنه وطلبت منك انك تختفي هتختفي من غير اسئله. وبمجرد ما وعدها قالت له جهز نفسك عشان تمشي من هنا، بخلاف ان الموضوع ما كانش مريح. بعد كده بتروح لورين للمحامي اللي طلبت منه يجهز $1,000,000 وطياره خاصه للشخص اللي والدها ظلمه. بس المحامي سالها هي عايزاهم ليه، ولورين اختارت ان هي ما تجاوبش عليه. عشان نروح لمورجان وهو بيستعد انه يخرج اخيرا، بس بتسال لورين لو باباها قال لها اي حاجه عنه او يعرف اي حاجه عنها، عشان يقول لها ان باباها كان فخور جدا بيها بس ما كانش عاجبه موضوع ان هي ما رضيتش تدافع عن صحابه. وبيقول لها كمان ان اخوها وصل لمركزه عن طريق الرشاوي، عشان تروح لورين وهي متعصبه على المكتب بتاع اخوها اللي اكد لها اهميه الرشاوي، ان مفيش حاجه بتمشي من غير رشوه، وان حتى باباها لجأ للرشوه عشان يامن مستقبلها كنائب عام ويوصلها للمركز اللي هي فيه، عشان لورين تضربه بالقلم وهي متضايقه وتمشي وتسيبه. عشان بعدها بنروح لمورجان اللي خرج اخيرا بعد 35 سنه، اللي قعد يشم في الهوا لانه ما كانش مصدق احساس الحريه، عشان تاخدوا لورين ويروحوا للطياره الخاصه اللي كانت مجهزها له، عشان المحامي يديله بطاقه جديده و1,000,000 $. وفي الوقت اللي طلع فيه المحامي ومورجان الطياره، بترجع لورين بالعربيه للمخبأ عشان تنظف المكان. بس وهي بتنظف بتلاقي ازازه سم اللي كانت تحت السرير، بس اتجاهلت اللي شافته وقالت ان كل حاجه خلصت خلاص. وفي نفس الوقت الملف بتاع مورجان بيوصل وبيتبعت على البيت بتاع لورين، عشان بالليل توصل كاثرين بيت وتفتح طرد، عشان بعدها بشويه تدخل لورين عليها المكتب، بس شافت مامتها وهي بتبص على الملف وخايفه، عشان ترجع مامتها وتسالها انت معاكي ملف ليه لكارسون توماس، وسألتها تعرفه منين، عشان لورين تقول لها ان اسمه الحقيقي هو مورجان، وان باباه حبسه في القبو لاكتر من 35 سنه، وقالت له ان هي ادت له حريته بعد 35 سنه لان هي حست ان هو مظلوم، عشان ترد عليها كاثرين بعدها وتقول لها ان هو قاتل متسلسل وما عندوش اي ذره رحم، وان باباها كان حبسه للسبب دوت، عشان تسالها كاثرين وهي خايفه ان هو فين دلوقتي، عشان تقول لها لورين ان هي سابته يمشي وادت له حريته وطياره و1,000,000 $. عشان بعدها لورين تجري على المطار عشان تلاقي جثه الطيار والمحامي بتاعها اللي كانوا غرقانين في دمهم. وفهمت لورين ان مامتها دلوقتي هي الهدف التاني بتاع مورجان، وبترجع لورين بسرعه من غير ما تضيع اي وقت على البيت، بس اترعبت اكتر لما ما لقيتش مامتها موجوده، وهي خايفه جريت على المخبأ عشان تلاقي مامتها واقعه ومغمى عليها على الارض. وفي الوقت اللي كانت بتطمن فيه على مامتها بيظهر مورجان فجاه عشان يقطع النور عنها، عشان يبدا يهاجمها بعدها ويكتفها. ولما رجع لها وعيها بيحكي لها مورجان القصه الحقيقيه اللي بتكون ان هو اللي سمم باباها، عشان يقول لها بعدها ان موت باباها مسؤوليته هو لوحده. وحكى لها برضه عن الليله اللي خدر فيها مامتها كاثرين عشان يعتدي عليها، وان لما ارثر عرف باللي عمله خده على المخبأ عشان يحبسه هناك، وان هو اللي خبط الشخص على الطريق. وبخلاف ان ارثر كان معترض، كان مورجان هو الشخص اللي دفن الجثه عشان ما يتحملش مسؤوليه، بس مورجان اختار انه يرمي اللوم كله على ارثر عشان يطلع نفسه من الموضوع، عشان بعدين ينتقم ارثر بانه يخدر مورجان ويحبسه في المخبأ، عشان لورين تحاول تقنعه ان هو يسيبهم، وقالت له ان هي هتساعده وان هي عارفه انه اتظلم من عيلتها وخدوا كتير من عمره، عشان يقول لها مورجان انه مش عايز اكتر من انه ينتقم من عيلتها كلها، وقال لها انه عايزهم يحسوا بنفس الاحساس اللي هو حسه لمده 35 سنه، وقال لها انه هيستغل كل الاسرار اللي يعرفها عن عيلتها عشان يدمرها وياخد كل حاجه منهم. والصدمه الكبيره قال لها مورجان ان هو يبقى والدها الحقيقي، وده خلاها تتصدم اكتر. بس في الوقت اللي كان كل ده بيحصل فيه بتفوق كاثرين اللي مسكت البندقيه من على الارض عشان تضربه بالنار في راسه، وده طبعا خلاه يموت فورا ويخلصوا منه، عشان بعدها ينفذوا وصيه باباها بانهم يغطوا قبو كله بيت بنزين عشان يحرقوه. بس وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.